ملكويتي ملكاوي ملكويتي ملكاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لعباده بيت الله الحرام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشعر وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليمًا كثيرًا طيبًا ومباركًا على الدوام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. اتقوا الله تعالى. المال ما ربي صداد تكا قدان إرادة الآن إيقا ربي خي فارسين في رحمة نبي خي ردن قلاسه ربي خي سن صداد واشكروه ربي فقلت قلجا إذ شرع لكم حج بيته الذي جعله مثابة للناس وأمنا. ربي خرا حجي بيتي تنقدقو تن ربي نولاف في سيف قلت قلجا بينا قياسا. عباد الله، يستقبل المسلمون في هذا الأيام موسما عظيما من موسم الدار الآخرة. أمني مسلمة الدنيا قوترها خرمنا ربي خبجا ما لا قرق الأجرا بكا خيست من آخراتي بتجراقتني دلين مرة بوت سنت يتجرون فيه التجارة الرابحة ننقدة ترفيق بالأعمال الصالحة دلقا قاردان ألا وهو موسم الحج إلى بيت الله العتيق من ربي خبجمت والوقوف بالمشعر المقدسة أبتشو رافتشي كل سنة، وهو موسم يتكرر كل عام
والحج فيه فرض على أهل الإسلام درقمة هجين ندور كمن ملي درقمة أمة إسلام رتات يجو رب مخالق مرتيس ولا سنيس اسمه مرتيس نما حجاج بيت الله الحرام الرا نما هدوتي تدور كم أرانتنا وقد جعل الله للمسلمين مواسم الخير منها ما يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات خيري تندلقوا هل كان يقول يا خيس التدد بتجر جتشوره بوشا وهو الصلوات ال5 صلاة الشنان جتش أمة الإسلام ومنها ما يتكرر كل أسبوع جزء ترباني كديب وجرة وهو صلاة الجمعة صلاة الجمعات ومنها ما يتكرر كل عام أما تخيس كديب وجرة وهو صوم رمضان صومن وحج بيت الله الحرام أماس من ربي خب جماسا يا من ربي أواتني لقول يجو خامة غيس الديب وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المواسم المباركة يكفر الله به الخطايا ما دون الكبائر ربي بكتنا لقولان وان دلي غرغدو هنتين ربي دي فمن ما بقول إيرنا ما دبر عباد الله قبروت ربي شرع الله للمسلمين في كل عام عيدين عظيمين يظهرون فيهما شعائر دينهم الحنيف ربي كرانو فقوله إذا لما غرغدا بكمتو خدر ريخي سبافة أمني مسلمة شعائر الدين إسلام بريدانا دين إسلام بريدا خناخ خيسا ملفة ويوم النحر أمرهم بالأضاحي قياك الما ربين كلاجي وحثهم عليها وندبهم إليها الركاز سناقل وجعل ذلك من أفضل ما يتقرب به عبد إلى ربه الخبير اللطيف قالوا انسل أضحية وأنا كربي خالقة سنه سجدت قبرتي ربي قيان كلمة خرني سانا ربي عالما برد من إحراق الدم إيجا نقول روني جالة مهنجر أمة الإسلام وشرع الصلاة والخطبة خراج الصلاة في خطبة ناس الذي يجتمعون لها فيشهدون الخير دلان هيدي تجرت لين أكتشل أكتوبر بكا صلاة الرجفة قاتم مقا قبتت إيسي قرصة قيفت جلباب هجو شريعة أفتني ججول ويتعلمون الأحكام والتكاليف والتدرك أحكام الشريعة برة ويسن الحضور للرجال والنساء والصغار والكبار والعبيد والأحرار والصحيح والمريض إذا استطاع dirqamani godhama sunnaa godhama jechuun dhufuun dhiirtii dhalaan xiqqaan guddaan gabri bilisni khafayyaa qabu khalukumsatu yoo khadandayu taate yarfa'uuna aswaatahum bitakbiir takbiirtaa godhaa sagalee ol fuudhanii dhufan jechuudha ويسارعون نددفن في التبكير جنما خرد الرئيداء بهن ممسكين عن الطعام والشراب نياتا نغاتيه نياتا أكا إيدا فطريته نياتا صومنا أكا صومنات إيغا إيدا صلاته بوتا فرتججور حتى يصلون عليهم السكينة والوقار وقد لبسوا الثياب كل جديد ونزيف وجنا موتقبوا بردوا أفته أكا ذكر إيدا ديما فمن أدرك فيهم حكمة التشريع بادر بالخير ما استطاع إلى ذلك السبيل وأكثروا من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله هدميسا ذكري لا إله إلا الله قرن سينجر أمة الإسلام تكبير تاغلون رسول ربي رتنقى رحمة بوسى
وكبروا الله دبر كل صلاة بكرة وأصيلا صلاتهم دبودا تكبيرتان اتدمتي والتكبير من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق صبحي قيا عرفة قيا سيليس الراقات تكبيرتان إلى حنق قيا آخر أيام التشريق الدمت. ومن أراد أن يضحي يا نمتشق اقتداء بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم نبي رحمته إلى الجلاف واتباعا لإبراهيم الذي أراد أن يذبح ولده مجاسا قلوبا فلجته إسحاق تكا إسماعيل وفداه ربه بذبح عظيم ولا بد أن ربي قلته بك الرابوس وجعل ذلك ملة لإبراهيم وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا نبينا إبراهيم يهودا من نصارامي ولكن كان حنيفا مسلما نمدريرا كجيلا وما كان من المشركين إن مشركا مت نبينا إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا ربي جعل الله قرة نبينا إبراهيم وقال إن أولى الناس بي نمني أكان نتيان بإبراهيم نبي رحمة خنا في أمة إسلامات يجر أمة الإسلام إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والرئيس جلد في نبي خنا والذين آمنوا والرأمن والله ولي المؤمنين كفى بذلك وليا وكفى بالله وكيلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون. الحمد لله رب العالمين أتاح لعباده مواسم الخير ونوعها ليزدادوا منها صالح الأعمال ويستدركوا ما يحصل من الغفلة والإهمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى المن ما ربي خيسن صدادا واعلموا أنكم في هذه الدنيا في دار ممر أسر التاء زلالم هنتان يا أمة الإسلام إرى دبر الجر ججور وما زلتم في سفر إملتور تهور هندي من نتيهم وأن إلى ربكم المستقر ديبين تين ربي عالما برت أمة الإسلام وأنها تمر بكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات إسن الردب راجر تججورا بك خيستي خيري قدو جراقتن غاري خيست دلقتن خسدقتن خساراتن خسومنتن خدلي ربي قلته سرابا بوس يجور. ومن هذه المواسم الشهر ذو الحجة جزن كيستك سجراكة سنباتي ذو الحجة راتنا فقد جمع الله فيه من الفضائل واحد رب كيس ولك بيجور ونوع فيه من الطاعات نوع إبادة والأراتات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض خير راهن دقن نمني ربين عقلي خناف نمني ربين عقلي خناف الراهن دقت إسراهن لغت. ففي أول عشر المباركة أول خرنا ذو الحجة التي نوه الله بها في كتابه الكريم خرب إنه إبس قرآن سابريدا خيست حيث قال سبحانه والفجر وليال عشر إذا فجريتين كخدة خرنا ذو الحجة كخدة خرنا ذو الحجة خربين كخطوف كخيس جرتن أمة الإسلام. وإن الله فيها نفحات من رضوانه يكرم بها من أطاعه بك خيستنا من قال ربي قد خبج ما قدفم وامتثل أمره أمر ربي جل خبتم وانتهى عن نواهي والرب الرار أركم أركم ووقف خرابة عند حدوده وسن ربي التلابة جي كرابة وعمل بمقتضى مراده والرب فردي قد خدلك لمن عمل صالحا وأناب إلى الله قاري دلق
خر ربي ديبي فقال صلى الله عليه وسلم وقد أرشد المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته نكجلش أمتسا إلى ما أعد الله فيها من الثواب والرب كرنا خنا خيسة قبيس رسول على ما اتسن كجلش وأعظم الجزاء قال أني قداته لمن عمل صالحا وأناب إلى الله نما قاري دلقي خر ربي ديبي فقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام ويان تقولين انتان العمل الصالح فيها أحب إلى الله دلقانة دلقيت تأكان جالتم تربي على ما برد عز وجل من هذه الأيام ويا خنرة ويمان أتي خيرين أتي دلقيت أكان ربي برد جالتم تهنجر تقبلي سخي وبليتي يعني أيام عشر ذو الحجة خرنا ذو الحجة خدرا خنا خيست قالوا يا رسول الله يا إرقم ربي جانين ولا الجهاد في سبيل الله يا إرقم ربي جهان التنكتاو قال ولا الجهاد في سبيل الله جهاد قرون التنكتاو إلا رجل خرج بنفسه وماله كبين يساتي لبوسات بيخر ربي رجلا ويوتات ملي ثم لم يرجع من ذلك بشيء وأنت كان ديبي يوتات ملي والله سبحانه يحب الأعمال الصالحة الخالصة له في كل وقت وزمان ربي يقول كل ليس تدلقا قاري سرا برباد رياء في سمات كمل أمة الإسلام وحبها إليه ربي برجالة تمتون ما كانت في العشر الأول وانكرنا دراخي ستات أول من ذو الحجة خرنا الدراخ ذو الحجة لا خيست يجود ففيها يعظم الله رجاء العباد في رضا الله جال ربي أركت قبر التني قبر ربي جال ربي أركت يجودا فقد فاز بخير الدنيا والآخرة نمني أسكيس الصدقة خاص كيس الصومن خاص كيس الصلاة خطلت التنم أجج خامتورانا مدورك جال ربي خير الدنيا آخرة ولكباب فقد دل الحديث على أن العمل في هذا الأيام أيام خنا خيسة دلقان أتدلد العشر أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا أيام الدنيا خيسة ياجر قوتورا دلقان أتأسكيسة دليدو ربي عالما برتجالة امتجج قبر ربي وأنه من الجهاد في سبيل الله إلا جهادا واحدا جهادتكم عليه وهو الجهاد من خرج بنفسه وماله نمك بين ساتي لبوسات بيخر ربي الشهيد يوتاتم عليه فلم يرجع بشيء واتكان كان ديبهن فهذا الجهاد مخصوصة يفضل على العمل في هذا العشر وأما بقية أنواع الجهاد أمو جهاد نخون أصوحفو خخرنا خنا خيسا الرجال أمة الإسلام أن العمل في هذا العشر أفضل وأحب إلى الله منها جهاد جزيب روغوترة دلقا خيري تأتأس كيس الدلقة الرجال وقد شرع الله لعباده صيام هذا الأيام ربي انكرا قد اجرا وياخنا صومنو ما عدا اليوم العاشر وياخر نيسار عمله وهو يوم النحر وياك المات وإما يشرع الله في هذا الأيام الإكثار من ذكر الله ذكر ربي هدميسا ولا سيما التكبير تكبير تاهد ميسا قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات ويا بك كما خيست ربي قلته يقول كل ليس ذكري قدا فإنه لما كان ليس كل واحد يقدر على الحج جعل مواسم العشر مشاركا بين الحجاج وغيرهم نمني حجي قدور راحفتنيس أمة سنت حجاجت أكشر خنوف ذكري ربي صدقاء علي وهند قروق من أمة الإسلام فمن لم يقدر على الحج نمني حجي رتهن دندهن فإنه يقدر ندنديا على أن يعمل في العشر عملا يفضل على الجهاد تجهاد جعلت دلقو دنديا وفي هذا من العشر المباركة يوم عرفة خرنخنا خيس قيان عرفة جرا الذي هو أفضل الأيام على قيان آخته خوجاجون بيت الله الحرام من ربي خالق دري عرفة رابط أن صومه يكفر قياسا صومنون
دلي أمت دبرت دلي أمت أزدمو ربي سر أبو صبر يا قبري ربي قبري ربي والمزيد بذلك يكفر صغائر الذنوب دلي تدقوا دسر راخات فقد روى أبو قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة ويا عرفة صوم قافة فقال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم دلي أمتا خطيت فولدرا أمتا خان فولدرا في خود دوبا خطيت ربي دلي سيف أرارم وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على نين سيهني يادا دلي أمت دبرتت أمت نفتو ربي سي أرارمو فيستحب صيامه لغير الحاج أما الحاج فلا ينبغي حجاج في برباج صومنون أن يصوموا ماليف أكا إبادة رجج جباتني قياسا على الوقوف وذكر الله تعالى وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار ويا ربي بالدرة بالسلام بعض ويا العرفة والمباحة بأهل الموقف ربي لا على محسب الدنيا بليكت كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام ويان تقولين انتان أكثر من أن يعتق الله فيها عبدا من النار من يوم عرفة ويان تقول ربين أعلم المنا ما جهنم الرابل صوبس ويا عرفة مليجن ربي قلت يا ربي نهابل صوبس عباد الله واكثروا من التوبة وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه وقد أمركم بذلك في محكم كتابه قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودبر أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر دينك يا رب وكتابك وسنة نبيك واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين اللهم انصر دينك يا رب وكتابك وسنة نبيك واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين اللهم انصرنا يا رب اللهم انصرنا ولا تنصر علينا يا الله 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 كلنا ولا تكن علينا يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ملكويته ملكاوي ملكويته ملكاوي ملكويته ملكاوي ملكويته ملكاوي ملكويته ملكاوي ملكويته ملكاوي